السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعيني الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج العذراء بتاريخ 17/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج العذراء. على الصعيد العام النهارده يا عذراء بتصحى وانت حاسس ان في حاجات محتاجة تترتب، مش من حواليك بس جواك كمان. دماغك شغالة زيادة عن اللزوم وكل تفصيلة صغيرة بتاخد مساحة كبيرة من تفكيرك. حاول تفرق بين اللي يستاهل تركيزك واللي مجرد قلق مؤقت، لأن طاقتك لو اتوزعت صح يا عذراء هتحقق تقدم مطلوب. في موقف بسيط يا عذراء بيخليك تعيد تقييم علاقتك بشخص ما، مش لأن الشخص وحش، لكن لأنك أنت اتغيرت واحتياجاتك بقت أوضح. العذراء لما يوصل للمرحلة دي بيبقى محتاج صدق أكتر من المجاملات، وده يوم مناسب إنك تسمع إحساسك من غير ما تبرره. في إحساس داخلي إنك شايل أكتر مما تحملت، بس الحقيقة إنك أقوى مما تتخيل. الفرق إنك متعود تعتمد على نفسك دايما، ومش دايما ده الصح. النهارده يا عذراء حاول تسمح لنفسك تطلب دعم ولو بشكل بسيط. كمان الهدوء النهارده مهم جدا، لأن أي انفعال بسيط ممكن يطلع منك كلام أنت ما تقصدهوش، وأنت بطبعك دقيق وبتحسب الكلمة، فخليك على طبيعتك وما تستعجلش في الرد. رسالة اليوم بتقولك يا عذراء مش كل حاجة محتاجة تحليل، بعض الأمور محتاجة قبول وبس. أما على الصعيد العملي عمليا يا عذراء عندك قدرة عالية على الإنجاز النهاردة، خصوصا في الشغل اللي محتاج دقة وتركيز. الناس ممكن متاخدش بالها من مجهودك فورا، بس النتيجة النهائية هتتكلم عنك. المهم إنك ما تشتتش نفسك من أكتر من اتجاه. في ضغط شغل أو ملاحظات من حد أعلى منك، خدها كفرصة تطوير مش نقد شخصي. العذراء لما بيتقبل صح بيطلع بأحسن نسخة من نفسه، وده يوم مناسب للتعلم أكتر من الجدال. كمان تنظيم وقتك هو مفتاح اليوم، لو سبت الأمور تمشي بعشوائية هتحس بتعب نفسي، لكن أول ما تمسك القلم وتكتب أولوياتك هتحس براحة فورية. في زميل عمل ممكن يحتاج مساعدتك أو رأيك، ومشاركتك هتخليك في صورة الشخص الموثوق، بس خليك فاكر إن وقتك له قيمة. رسالة العمل اليوم بتقولك يا عذراء الإتقان اللي بتعمله في صمت بيبني ليك مكانة قوية. أما على الصعيد المالي ماليا يا عذراء تفكيرك واقعي وده شيء يتحسب لك، بس بلاش تبقى قاسي على نفسك، انت بتعمل اللي عليك وزيادة. النهاردة محتاج تشوف الصورة الأوسع مش بس الأرقام. في مصاريف غير متوقعة ممكن تظهر لك يا عذراء، بس قدرتك على التصرف السريع هتخليك تعديها من غير خسارة. أهم حاجة ما تدخلش في دوامة قلق. كمان لو في تخطيط لشراء أو التزام جديد خليه متأجل شوية لحد ما الصورة توضح أكتر. النهاردة أفضل من الاندفاع. في فكرة جانبية لزيادة الدخل ممكن تيجي في بالك، ما تستغربهاش. العذراء بيعرف يحول الفكرة الصغيرة لحاجة ثابتة مع الواقع. رسالة المال بتقولك يا عذراء الإدارة الهادية أفضل من المخاطرة السريعة. أما على الصعيد العاطفي عاطفيا يا عذراء قلبك محتاج طمأنينة مش وعد. انت بتحب بصدق، بس بتحب تحس بالأمان. النهاردة أي كلمة صريحة هتفرق معاك جدا حتى لو كانت بسيطة. لو في علاقة حاول ما تكتمش اللي جواك، السكوت الطويل ممكن يتفهم غلط، وانت بطبيعتك مش بتحب المواجهة، بس التعبير الهادي هو الحل. ولو انت عازب عندك معايير عالية وده مش عيب، بس بلاش تقفل الباب قبل ما تسمع وتفهم. في شخص ممكن يفاجئك بتوافق غير متوقع. في موقف من الماضي ممكن يطلع في بالك، بس المرة دي مش علشان الوجع، علشان تشوف قد ايه انت نضجت واتعلمت. رسالة الحب بتقولك يا عذراء اللي يقدر حساسيتك هو اللي يستاهل قلبك. أما على الصعيد الصحي صحيا التوتر هو العنوان، حتى لو مش باين. جسمك بيترجم التفكير الزايد للإرهاق، حاول تدي لنفسك فواصل راحة حقيقية. كمان النوم المتقطع مؤثر على تركيزك، حاول ترتب مواعيد نومك حتى لو بالتدريج. امشي هادي واقعد في مكان مفتوح هيفرق معاك نفسيا. رسالة الصحة اليوم بتقولك يا عذراء راقب جسمك زي ما بترتب أفكارك.
أما على الصعيد الدراسي، دراسيا قدرتك على الفهم عالية يا عذراء، بس مشكلتك في المبالغة في التمثيل. بلاش تضيع وقت على تفاصيل مش مطلوبة دلوقتي. كمان بلاش تقارن مستواك بغيرك، انت بتتقدم بطريقتك الخاصة حتى لو كانت أبطأ شوية. رسالة الدراسة اليوم بتقولك يا عذراء التركيز أهم من الكمال. ودي كانت قراءتك اليوم يا عذراء، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.